السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسعاده ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد وفيديو جديد، والفيديو ده فيديو استثنائي كده للرد على سؤال جالي. انا نزلت فيديو من كام يوم على فرز الحمام، وجالي سؤال مهم جدا. واحد بيسأل بيقول انا عاوز اعرف ايه مميزات فرز الحمام بالنسبه لمشاريع الحمام. فسؤالنا النهارده او الفيديو بتاعنا النهارده هنقول لكم فيه يعني ايه او ايه هي مميزات فرز الحمام. احنا ليه بنفرز الحمام في المشاريع؟ طبعا السؤال ده استوقفني شويه كده، وقلت بدل ما ارد عليه على كومنت، لا انا اعمل له فيديو مخصوص وهحط لكم هنا سكرين شوت للسؤال ده. وصاحب السؤال مش عارف اسمه مستر عمر او حاجه كده، المهم يعني استوقفني، فانا قلت اتكلم عنه واقول لكم ايه هي مميزات. طبعا مميزات كتير جدا يا جماعه، مميزات كتير جدا. هنبدا كده نقول رقم واحد، الفرز الحمام لما يكون عندك عشه زي دي فيها وليكن 30 جوز 30 ذكر و30 انثى، رقم واحد ما بيحصلش عراكي بين الذكوره وبعضها. رقم اتنين، زياده الانتاج، لانك انت حاطط العدد قد العدد 30 و30، فكل ذكر هياخد النتايه بتاعته ويتجوزوا. رقم ثلاثة، الهدوء في العشش. بتلاقي العشش دايما الحمام اللي فيها المفروز هادي. هادي يعني ايه؟ يعني ما فيهوش مشاكل كتير، ما فيش عراكي كتير بين الذكوره، لان لو في ذكوره اكتر هتلاقي فيه عراكي ومشاكل كتير. رقم أربعة، الانتاج بيزيد. ليه؟ لان كل ذكر عارف نتايته ومفيش ذكوره زياده بتخش تتعارك وتضرب الذكوره اللي بتكسر النتي بتوعها. بتلاقي في ذكر دايما، تلاقي في ذكر بيطلع على نتايه عشان خاطر يكسر، تلاقي في ذكر تاني مش لاقي نتايه بيجي رايح ضربه، يجي منزله من على الايه، من على تكسير الايه النتايه، يحصل ترويق بيض. تمام؟ ديت ابرز المميزات. طبعا الميزه اللي بعد كده، الحمام العجوز اللي مش منتج وانت بتشتغل وبتفرز في المزرعه كده، هتلاقي حمام عجوز مش منتج، ده بياكل وبيشرب وبيكلفك حاجات كتير على الفاضي. فموضوع فرز العشش بالنسبه للمشاريع له مميزات كتير. الميزه اللي بعد كده كمان، انك انت لما تشيل الحمام اللي هو مش منتج ده بيقل تكلفه العلف معاك، تكلفه العلف بتقل. فدي كلها طبعا مميزات. لو حضرتك ما انتش عارف المميزات، انا رديتها اهوت، عملت لك فيديو مخصوص للمميزات ديت. طبعا لو عديت المميزات هتلاقي في اكتر من كده بكتير، بس احنا بنتكلم بشكل عام على المميز او ابرز المميزات بمعنى صح او اغلبها. فلازم تفرز حمامك فرز مظبوط 100% عشان خاطر توصل لمعدل انتاج محترم، عشان خاطر توصل لعدم مشاكل في البيض وفي الانتاج، عشان خاطر توصل لتكلفة كلفة او تكلفة علف قليلة، لانك انت نظفت العشة من الحمام اللي هو مش شغال فيها وما بينتجش، نظفت العشة من الحمام الكبير في السن. اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفيديو جديد.